يوم 13 يونيو في بوست نزل على السوشيال ميديا بيقول: إلى أخواتي حاولت النجاة ولكني فشلت، سامحوني. إلى أصدقائي التجربة قاسية وأنا أضعف من أن أقاوم، سامحوني. إلى العالم لقد كنت قاسيا إلى حد عظيم ولكني أسامح. وبعدها هنكتشف إن صاحبة البوست دخلت الحمام، لفت الحبل حوالين رقبتها وانتحرت. ومن هنا بدأ ترند سارة حجازي، الناشطة السياسية الملحدة صاحبة الميول الجنسية. السلام عليكم. كبرت ياض خلاص، وبقيت بلس 18 وبتتفرج على نتفليكس، وعرفت يعني ايه مثليه جنسيه. تتفق معايا او ترفض اللي انا هقوله، بس انا كمسلم ديني يرفض رفضا تاما مبدا او مصطلح الشذوذ الجنسي. ومفيش دين نازل من عند ربنا على نبي لامه بيحلل فيها حاجه اوريدي حرمها على نبي تاني زي سيدنا لوط. لكن اللبش والحوار اللي حصل في الفتره الاخيره دي ما كانش صح. المفروض ده كان يترك لاهل العلم واهل الدين. المفروض اهل الدين كمان يستندوا لاهل العلم عشان يبقى عندهم قاعدة علمية قوية عشان يتجادلوا بيهم هم على أسس علمية صحيحة. لأن استغفر الله العظيم، يعني بعيدا عن الوطن العربي، العالم كله دلوقتي بيستند للعلم والحقائق. انت اوريدي مش راح تتكلم مع أمة عربية مسلمة أو حتى مسيحية أو حتى يهودية، انت بتتكلم مع عالم ملحدة ما بيعترفوش بدينك أصلا. فالحوار لا مؤاخذة لازم يبقى بطريقة تناظرية، مش بالعافية، مش بمليون هاشتاج يلي ويلي ويلي بيتهاجم فيه واحدة اوريدي بتتحاسب وبتتجادل حلال وحرام وينفع أقول البقاء لله وربنا يرحمها ولا لا. اوريدي هي بتتحاسب لربنا. دلوقتي انت بتهاجم مين؟ بتحارب مين؟ الشواذ اللي هم حوالين العالم بتاعنا ده؟ لا، وبايه؟ بالعافيه. انت عارف انت لما هاجمت بالعافيه عملوا ايه؟ بالعافيه برضه. بس تخيل بقى العافيه بتاعتك قصاد عافيه العالم كله بيساندها. تخيل بقى الرد اللي جالك: the homosexuality is not an option or a choice, we are born as we are. واخبط دماغك في الحيطه. وجميع مؤسسات العالم كلها بدأت ترفع علم المثلية الجنسية. انت ما بتحاربش دولة بعينها او بتحارب حكومة بعينها، انت بتحارب براندات عالمية انت بنفسك تستخدمها. نايكي واديداس، فيسبوك وتويتر. جرب كده انك تنزل بوست بتتهاجم فيه بس المثلية الجنسية بتلكيكة او بباند بيقول لك العنصرية الجنسية او العنصرية عامة، احنا هنحذف البوست، والبوست بيتحذف بكل بساطه. يا اخي يا ريتها بس جت على البراندات والحكومات والدول بس، لا ده حتى على الفرق العالميه اللي احنا بنشجعها، البلوز والسيتي واليونايتد، حتى ليفربول. يا اخي يعني ما استغربتش مثلا كده لما لقيت الانستجرام بتاع ليفربول حاطين وراه علم المثليه الجنسيه. استغرب عادي جدا، ما استغربتش ليه. بس انت برضو ما فكرتش ازاي المثليين جنسيا اللي كانوا بيستخبوا ما كانوش بيهوبوا او بيخافوا ان هم يظهر عليهم كلمه المثليه الجنسيه، لدرجه ان الراجل فيهم كان بيتجوز ست عادي جدا عشان بس يبعد شبهه ان هو مثل الجنس، عشان ما يتهاجمش او ما يتقتلش او ما يقتلش او الحاجات دي كلها. لدرجه ان هو الحكومات تعتز ان فيها حريه المثليه الجنسيه ويطبقوا قانون للزواج عادي بين المثليين الجنسيين. هقول الموضوع بدأ في 1991 لما الدنيا كلها بدأت تبعد عن الحروب وتتجه للعلم، لما شافوا ان العلم هو اكبر سلاح ممكن تحارب بيه اي دولة. فالعلماء في سنة 1991 اثارهم الفضول شوية، واخد بالك من اثارهم دي؟ المهم اثارهم الفضول شوية وقالوا ان احنا هندور ليه اصلا في وجود للمثلية الجنسية. فبدأوا الموضوع بالمنطق. المنطق ايه اللي بيتحكم في الغرائز والشهوات الجنسية؟ الهرمونات. خلاص تعالى يا ابني هات شوية شواذ، اعمل عليهم تحاليل وبص على نسبة الهرمونات في جسمهم. بالفعل لقوا في شوية اضطرابات هرمونية في جسمهم. خلاص تعال هاتهم، صحح نسبة الهرمونات، اديهم أدوية صحح نسبة الهرمونات. بس النتائج ما كانتش زي ما انت كنت متوقع، ان هو بقى خلاص عليت ليفل التستوستيرون او عليت ليفل البروجسترون والاستروجين فالدنيا هترجع تمام. لا والله، يعني لقيت الموضوع بيقلب بالسلب. يعني بعد ما كان بيتجه للهوموسيكشواليتي او للجنس اللي هو زيه، مش اتجه لحد خالص. بالعكس، بدأ يظهر سايد افكتس او اعراض جانبيه اكتر للاضطراب النفسي والدبريشن او الاكتئاب والسلوك العدواني، ومبقاش طايق حد، حتى الانطوائيه والاكتئاب المفرط. فكانت حجه الشواذ ساعتها: لا يا عم، انتوا نظريتكم غلط وانت كده بتاذينا وانت بتعكس طبيعتنا. والدليل ان بيبقى في بعض الناس بيبقى عندهم اضطراب هرموني، ما عندهمش اي ميول للشذوذ الجنسي، زي بعض الامراض زي الفايبروسيستيك ديزيز او البي سي او اللي هو تكيس المواد. بيبقى في ليفل التستوستيرون والاستروجين عالي عند الست، ومع ذلك ما بتلاقيهاش بتتجه ناحيه الستات اللي زيها. موضوع عادي. كانت صراحة حاجة قوية شوية. فقالوا نسيبنا من موضوع الغدد الصماء ونعلى بالمستوى شوية لليفل المايسترو اللي بيتحكم في الغدد الصماء اللي بيتحكم في الهرمونات، الغدة النخامية. الغدة النخامية اللي مرتبطة بمنطقة الهايبوثالاموس أو منطقة تحت المهاد اللي في المخ، اللي يا أخي سبحان الله منطقة الهايبوثالاموس دي أصلا بتتكون من مجموعة من الأنواع. فلقوا النواة الوسطى الثالثة اللي موجودة في الجزء الأمامي من منطقة الهايبوثالاموس ديت، الناس الشواذ لقوا إن فيها تضخم نسبي بالنسبة للناس الطبيعية.
طبيعيه. بس كانت الحجه التافهه الصراحه ان قالك ان كل السبجكتس او الناس اللي انت كنت شغال عليهم اوريدي كانوا ماتوا بسبب الايدز اللي كان ليه تاثير كبير على النواه الوسطى. بس طبعا ده كلام هري، لان بعد كده في 2001 اثبتوا ان الاتش اي في اللي هو فيروس الايدز ملوش اي علاقه اصلا بالهايبوثالاموس عشان ياثر على النواه بتاعته. لا بالعكس، كمان لما جابوا عينه تشريحيه وبصوا تحت الميكروسكوب من منطقه الهايبوثالاموس، بصوا على الانويه ديت ولقوا ان الشعيرات العصبيه او النيورونز اللي طالعه من الانويه دي، وخاصه الان ورايحه للغده النخاميه عشان تديها الاوردر او تديها الامر بافراز هرمونات عشان تتحكم في الهرمونات بتاعه الجسم، لقوا ان فيها تقارب شديد بالنسبه للانسان الطبيعي. بس طبعا دخلنا في جدال اللي هو ملوش اي 30 لازمه ودي وصلات عصبيه مش اكتر وي بلا 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 كتير. في 2008 دراسات الام ار اي او الاشعه المغناطيسيه اللي اتعملت على المخ لقوا حاجه غريبه جدا، ان منطقه في الدماغ اسمها الاميجدلا. بالمناسبه الاميجدلا بتبقى جزء من سيستم اسمه الليمبيك سيستم، والله ما الجهاز الليمبي خالص. بالمناسبه الليمبيك سيستم ده كانت منطقه الهايبوثالاموس برضه احنا قلنا عليها كانت جزء منها قبل كده. الليمبيك سيستم ده وظيفته ايه؟ عايز تقول اي هب في دماغ العبد وخلاص يعني ايوه يعني هستفاد ايه لما تقول الليمبيك سيستم ده؟ هقول لك الليمبيك سيستم ده وظيفته وظيفه ان هو بيتحكم في المشاعر، العواطف، اللطايف، القطايف والسكشوال بيهيفير او الميول والسلوك الجنسي بمعنى عام. لا وسبحان الله برضو لقوا ان منطقه الاميجدلا ديت لقوا ان فيها مستقبلات للهرمونات الجنسيه. ده معناه ايه؟ معناه ان تعالى يا شاذ منك لو هنعمل اشعه مقطعيه واشعه مغناطيسيه على دماغك انت وهو ونبدا نقارنها بالناس الطبيعيه. لا يا عم انا خايف مش هعمل انتوا عالم مضطهده، ولو لقيت عندي اضطراب وكده هتقتلني اكيد يعني. مش هجيبك الا لما اعمل على فرد تجارب الاول. انا جبت فرن تجارب وحقنتها هرمونات جنسيه في منطقه الاميجدلا اثناء الديفلوبمنتال فيس او في الوقت اللي مخك كان بيكبر فيه، ولقى تغير في سلوك الفئران ديت ان هي بدات بعد ما كانت بايسكشوال بقت هوموسيكشوال، ان هي بدات تنجذب لنفس الطرف او نفس الجنس بتاعها. يعني يا باشا الفيشه بدات تنجذب للفيشه اللي زيها مش للبريز. المهم جابوا مجموعه كبيره بقى المره دي من المثليين جنسيا، عملوا اشعه مغناطيسيه على دماغهم ولقوا بالفعل في اختلاف في منطقه الاميجدلا شكليا بالنسبه للناس الطبيعيه. ومن هنا بقى لا ده انتوا نظريتكم غلط، ده انتوا الموضوع كله وصلات عصبيه ما بين الفص اليمين والفص الشمال، مش مهم الاختلاف بسيط والاختلاف وبلا بلا بلا. اخر سبحان الله بعدها ب3 سنين البي بي سي قامت جايه رازعه خبر. الخبر ده كان بيقول ان في شاب اسمه كريس عنده 27 سنه. كريس ده جاله في الحادثه جلطه في المخ او ستروك. اللي انتوا ما تعرفوش عن الجلطه في المخ انها بتسد الشريان اللي بيغذي منطقه معينه من المخ. عندنا المخ بينقسم لمناطق، واي انسداد في الوعاء الدموي اللي بيغذي المنطقه دي بتموت خلال 5 دقايق، لان الدماغ اسرع منطقه بتموت في الجسم. فمثلا لو عندنا المنطقه اللي بتتحكم في الحركه اللي هي الموتور اريا، المنطقه دي لو حصل فيها جلطه وحصل فيها ضمور هتاثر بالسلب على الوظيفه بتاعتها فيحصل الانسان شلل. كذلك في الفيجوال اريا برضو لو حصل فيها جلطه والمنطقه دي حصل فيها خلل هيحصل عمى جزء، لان المنطقه دي كبيره فمش هتموت كلها. كريس دوت لما فاق من الحادثه وبدا يتعامل بعد فتره بدا يطلع في تصريحات ان هو عنده ميول جنسيه للهوموسيكشواليتي، ان هو بدا ميول شاذه، بدا يميل للرجاله مش للستات. مع العلم في نفس التصريحات ان هو كان قبل الحادثه كان مقضيها حفلات وخمر ونساء، اتك على نساء. انا جاي يا اخي استحي يا اخي استحي والله ما ربيتها. بعدها بفتره البرين لاين ميليتري ما نزلش تصريح ولا بيان ولا خبر ولا ابديت، لا ده نزلت فيديو على اليوتيوب بتاكد فيه ان بعض التروما او بعض الحوادث بتؤدي الى ان المريض ده ممكن بعد العمليه تلاقيه هايبر سيكشوال، ان هو على طول سخن وعايز، او هايبر سيكشوال ان هو ممتنع، او ممكن يحصل اضطراب في الميول نفسها فممكن يبقى هوموسيكشوال، ممكن يتجه لنفس الجنس، او ممكن يبقى هيتيروسيكشوال اللي هو اي لحمه يعني راجل ست ما فيش فرق. في 2015 في مجله ساينس، ودي مجله تقيله، قبح دي تحط عليها 3 قبح وتبقى قبح يعني، بيقولوا ان هم لقوا مواد كيميائيه او ماركرز ليها علاقه بالكروموزوم اكس اسمها اكس كيو 28 ملهاش اي 30 وظيفه بس موجوده في بعض المثليين. ايه ده ازاي؟ ده الموضوع جيني، الجينات هي اللي الكتالوج بتاعنا، هي اللي بتتحكم في سلوكنا وهي اللي بتدينا شكل وطبع ولون وي بلا 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 كتير كده، وحته ماركر ملوش اي 30 وظيفه قالوا عليه ان هو الجاي جين او جين الشذوذ الجنسي او جين المثليه او جين مثلك او جين مثلي. بس يا اخي سبحان الله بعد 4 سنين نفس المجله ونفس الكاتب سنه 2019 there is no evidence that a single gay gene exists. مفيش جين اسمه جين
المثليه الجنسيه. تتولد وخلاصه القول في الاخر، يعني انا كراجل عربي ومسلم عمري ما اعترف بحاجه اسمها مثليه جنسيه، لاني في الاول وفي الاخر عارف ان هو اتباع للهوى. اما ليه انت في طول الفيديو بتحاول تثبت ان هو مرض؟ لا 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 مش كطبيب، لا، انا كواحد فضولي بحاول اوصل ازاي فئه كبيره زي ديت بتفكر بالاسلوب ده، بحاول اوصل ايه اللي ماشيهم او ايه اللي جوه عقولهم. وطول ما انا ببحث ببقى متاكد ومتيقن ان انا عمري ما هوصل ان ده مرض، ولو بحاول اثبت ان هو مرض فانا بديهم حجه للي بيعملوه. ولكن باللي بيعملوه بيقولوا ان هم جنس تالت، ده اكتر حاجه بتثبت ان هو اتباع للهوى. بص بقى، هو العيب مش عليك ولا على الاجيال الجديده، العيب على اولي الامر او الرقابه اللي كانت مسؤوله عن ايه اللي يخش لك. فاكر انت لما كانت مشاهد البوز بتتحذف من الافلام، ولما بدات تنزل كنت بتتكسف وابوك وامك كانوا بيغيروا قناه؟ فاكر انت ظاهره البوي فريند والجيرل فريند اللي هي كانت بس في الافلام الاجنبي، كانت ظاهره حتى، يعني كان ده فيلم مش حاجات حقيقيه. لما بدا يخش الثقافه العربيه واحده واحده، لما بدا يخش دول متصاحبين في اول فيلم مثلا، وبدا يتقابل بالهجوم، وبعدها ينزل في فيلم الحاجه اللي انت كنت بتهاجمها في نفس الفيلم في فيلم تاني تلاقيك بيضحك عليها، او مان وي ار متصاحبين، وتضحك، وبعدها في الافلام تبقى حاجه طبيعيه. مش مهم عنده ان هو دخلها لك وهاجمتها في الاول، المهم ان هو دخل لك الفكره. كذلك موضوع الشذوذ الجنسي، انا هسمعك فيديو دلوقتي وعايزك بس تفتكر وانت لما سمعته اول مره كان رياكشنك عامل ازاي، وانت بتسمعه دلوقتي عامل ازاي. دونت وري مان، اي ام اوكي. يا ابني يلا تستعب ما تغيرش الموضوع. سيد اي ام اوكي. سيد مين اللي جاي؟ انا يا بابا اشترين. جاي بقول لك ايه، سيد فريد التخنيك والحمام واسع وفارس لفارس. فتح المطبخ شويه شبكيك على شويه مواني وسط مخطط جوه الكنيف. قاعد بقى يلزمني فجاه بقى لما نفسه لوحده في الحمام قاعد تستنجد بالانجليزي بقى. انا جاي وانت صوتك هتشبهنا ليه يفتكرونا زيه. يعني ايه بتعرف بابا جاي؟ يعني ايه؟ يعني نصبوا عليه شيكات تكفيله في خيرتك وعامل نفسك بتفهمها وهي طايره. يا ده جاي دي خلاص كمان ما بتسمعش. جاي يعني اللي كان معاه في الحمام ده يبقى بالظبط، كنت عامل كده زي رامز جلال، مش فاهم اي حاجه. يعني ايه كلمه جاي اصلا؟ يعني ايه؟ وحتى لما حسن حسني حاول يوضحها بالايحاء كده انت ما فهمتهاش، بس دلوقتي عادي بقيت تفهم. الموضوع بدأ بعد الثورة في 2011 لما بدأت ما يسمى بالانفتاح، والإنترنت بدأ ينتشر، وبقيت تسمع مسلسلات وأفلام أجنبي، ومن كل 5 مسلسلات أو من كل 5 أفلام بتلاقي لقطة بتبين فيها الشذوذ الجنسي. مع الوقت بقيت بتلاقي ال5 مسلسلات أو ال5 أفلام كلهم لازم يبقى فيهم حاجة لها علاقة بالشذوذ الجنسي. ودلوقتي في 2020 ما شاء الله بقيت بتسمع كمواطن عربي من غير ما تتحرك ولا تستغرب، والبركة في نيتف 6 الله يحرقها، جاي، ليزبيان، ثريسوم، فيرست ريليتيف ريليشن شيب، والالحاد. الالحاد نسيت اتكلم عن الالحاد. انت كمواطن عربي بالاسلوب اللي انت هاجمت بيه ده مش مقتنع لحد دلوقتي انها حرب فكريه؟ ازاي مش مقتنع انها حرب فكريه؟ تهاجم اجيال في وقت ما يعلم به الا ربنا، غير انها اتولدت في وقت لقيت دولها نفسها بتتجه للراسماليه زي الغرب، ما بقتش تسمع لفظ كتاب، درس دين، حصه قران في المدرسه. هي فين المدرسه صحيح؟ الجيل اللي بقى بيبقى طالع زيرو داتا للدين، ودولته بما فيها تتجه لاهم حاجه وهي الجنيه زي الغرب. الغرب اللي شايفين الاسلام على انه دين ارهاب، دين تعصب، دين دمويه، وان العرب ككل شويه همج. اصلا انت بتلوموا ايه؟ ما هو ما عندوش دين، مفيش اي معلومات عن الدين، بقى مصدق ان دينه اللي كان ماسكه هو اللي غلط وان هم اللي صح. انت مش مقتنع دلوقتي ان الحرب فكريه؟ الاضطراب الفكري لازم يتواجه بالتصحيح الفكري مش بالهجوم. هو اوريدي يا ابني واخد انطباع ان احنا عالم همج وعصبيه وعالم عناديه، وان الاسلام اصلا انتشر بالعافيه، فانت قمت جاي عامل ايه؟ هاشتاج بالعافيه. انت راح تهاجمه بالعافيه بدل ما تعمل حاجه اسمها مناظره وتعرفوا كل صح في دينك بدل الغلط. ومع ذلك برضو لقينا في ناس محترمه اهل دين عرفوا ازاي يعملوا مناظره قويه يوجهوا بيها الاسلام بالطريقه اللي ربنا وصف بها رسوله، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، مش بالعافيه. يعني كده ربنا بيقول وان كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لا لينا ان احنا نكفر حد ولا لينا ان احنا نفتي في الدين، احنا كل اللي علينا ان احنا نعرف ديننا صح. ما تنساش بقى تشتركنا في الكومنتات تحت، وتروح اليوتيوب وتعمل انسبسكرايب وتعمل ديسلايك، وتفعل الجرس وتطلع له قرنين عشان يجيلك نوتيفيكيشن بالحلقات الجديده اللي هتسيب لنا فيها. وبس كده، عشان انا تعبت. ما تنساش اخيرا be healthy be safe. الانسان ده مهما بيروح لحته دايما بيعك. والله. عامل اكل ايه؟ فول.